ايه رأيكم يا جماعة؟ هعمل لكم النهاردة كنافة بالقشطة. طعمها جميل وشكلها احلى طبعا، بس الكاميرا ظلموها. عندي على النار حلة احط فيها 3 كوبايات سكر. التلات كوبايات قد بعض. الكوباية اللي هتعايري بيها السكر هتعايري بيها المية. تمام. يعني فنجان، كوباية كبيرة، كوباية صغيرة، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها السكر هتعايري بيها المية. هتحطي كوباية ونص مية على 3 كوبايات سكر. هتحطي عصرة ليمونة، يعني عصرة نص ليمونة وكيس فانيليا. ما تقربيش على الشربات ابدا لحد ما يغلي. طول ما هو مغليش والسكر ما دابش اوعي تحطي معلقة فيه خالص، ده على ضمانتي، ما بيسكرش كده. وكيس الفانيليا اوعي تلمسي ما تلمسيش الحلة، سيبيها زي ما هي كده على النار. يعني ولعي عليها وسيبيها. طيب هنعمل دلوقتي الكريمة الكدابة او القشطة الكدابة. عندي نص كيلو لبن. معلش. رحت فتحت الباب فوقفت يعني التسجيل. نص كيلو لبن عليه 3 معالق نشا، 3 معالق كبار. تمام. على ضمانتي برضك، يعني هي دي الطريقه الصح. نص كيلو لبن عليها 3 معالق نشا كبار. النشا السايب دوت، مش النشا اللي هو في العلبه. تمام. هبتدي اقلب بقى لحد ما يتقل، لحد ما تتقل. الطريقه بقى ما تسيبيهاش، لان النشا لو سبتيه هيتكتل في حته وحته لا. حاولي تقلبي على قد ما تقدري لحد ايه ما تتقل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى، هي عامله زي القشطه بالظبط، ناعمه، ما فيهاش تكتلات، حلوه جدا. طبعا زي ما انا قلت لكم مفيش سكر، مفيش اي اضافات. انت لو عايزه تحطي لبن باودر او كريم شانتيه او كريمه او قشطه ممكن. انا ما عنديش. انا حبيت بس اعملها كده خفيفه لان احنا صايمين وكفايه السمنه والشربات وكده اللي في الكنافه. الشربات اهو بيغلي خلاص كده. انا حطيت المعلقه بعد ما غلي خالص واتاكدت ان السكر داب. شفت تقله، لقيت ان هو كده كويس. هو خد 10 دقايق بالظبط يعني. وانا بعمل القشطه كان هو خلص. طفيت عليه اهو قدامكم. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي نص كيلو كنافه، يعني اللي انا عاملاها دي نص كيلو. النص كيلو دوت لازم يكون في الفريزر يعني ساعتين 3. طبعا في ناس الفريزر بتاعها ما بيسقعش بسرعه، فممكن تخليها من بالليل للصبح عادي. حاولت جدا ان اقطعها بال... بالسكينه، بس معرفتش. يعني مش معرفتش، انا ريحت دماغي وقطعت القطعتين دول ورحت ايه ضربتها في الكبه. انا فرمتهم في الكبه. الكبه بتاعتي صغيره بس صراحه حلوه جدا. فرمتهم كلهم بكل سهوله. هي العمليه مش تاخد في ايدك دقيقتين، يعني انتي واقفه كده هتطحنيهم وخلاص. تمام. ما تخافيش وتقولي لا مش هينفع، حتى لو هو على فكره جاي دلوقتي من عند ال بتاع الكنافه ولسه يعني بارده مش سخنه، وحطيتيها ساعه واحده في الفريزر هتطلعي تفرميها عادي. اهي بصوا انا فرمتها ناعم ازاي. على فكره يعني الكبه بتريحك جدا احسن من ان انت تعمليها بايدك. تمام. عندي كوبايه سمنه، كوبايه سمنه على نص كيلو الكنافه. مش كتير ولا حاجه لان الكنافه بتحب السمنه. لو ما حطيتيش السمنه الكويسه في الكنافه مش هينفع معاكي. تمام. عندي عسل ابيض اهو معلقه، او معلقه من الشربات اللي انتي عملتيه. يعني لو ما عندكيش عسل حطي معلقه من الشربات. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، يعني كانت حلوه جدا. طبعا انا مش عاوزه المس المعلقه، هلمسها يعني، انا هلمسها وهنزل بيها العسل كله. وهبتدي بقى بايدي بس بقى الكنافه على قد ما تقدري، كانك بتعملي كعك. اقعدي ربع ساعه، يعني الطريقه دي اقعدي ربع ساعه وانت بتعملي فيها لحد ما الكنافه تتشرب خالص السمنه. تمام. كانك بتعملي كعك، كانك بتبسي كعك. انت كده كده بتبسي الكنافه عشان تتشرب السمنه وعشان تبقى يعني مرمله وهشه كده برضو. تمام. وكمان عشان ما تبقاش ايه يعني لما تتحط في الصينيه تبقى منكوشه كده ووحشه، لا تبقى جميله جدا. عندي بقى الصينيه اللي احط فيها المفروض السمنه دي تكون جامده شويه وافردها بايدي، ولكن كانت عندي السمنه سايحه. تمام. هحط كميه كبيره. خلي بالكوا انا قلت لكم الكنافه بتحب ايه السمنه، يعني ما تقولوش سمنه كتير ولا حاجه، لا بالعكس. هبتدي بقى افردها بقى كويس في الصينيه.
زي ما انتم شايفين كده. انا ما عملتش سرعه ولا حاجه، بالعكس انا ايه معاكم واحده واحده اهي. بصوا زي ما انتم شايفين بقى، بططيها لان ديت الحته الوحيده اللي انت هتبططي فيها الكنافه، لكن من فوق لا. اعملي بقى جوانب اهي زي ما انتم شايفين للكنافه، يعني او زي ما انتم شايفين اهي. اعملي لها جوانب وفرديها كده على جنب عشان تبقى يعني صينيه كنافه حلوه جدا اهي. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده انا بعملها ازاي بايدي اهي، من كل الجناب. تعمليها من كل الجناب وريحيها خلاص كده. بص بقى، روح هاتي بقى حته القشطه اللي انت عملتيها او الكريمه اللي انت عملتيها. ممكن تحطيها بطبق على فكره، تدوسي عليها بطبق وحاجه، بس هي مش مستاهله يعني. السمنه والفرم اللي انت مفرماها مخليها ماسكه في نفسها جامد. تمام اهي حته القشطه هحطها زي ما انتم شايفين. انا هحطها على مرتين بس الاول كده. هي طبعا دافيه مش سخنه قوي لان انا سبتها تبرد. افرديها بالمعلقه اهي. بصوا حاولوا ما تجيبوهاش على الحرف، يعني انا حاولت بقدر الامكان ما اجيبهاش على الحرف، يعني دايما هتبقى في النص بس زي ما انتم شايفين كده. هكمل بقى حته القشطه التانية عشان تبقى طبقه حلوه زي ما انتم شفتيها وانا بقطعها كده. هي على فكره حلوه جدا. زي ما قلت لكم رمضان اكتر حاجه مشهور بيها الكنافه والقطايف والايه والمكسرات والزلابيه وبلح الشام، يعني دول الاربع حاجات اللي رمضان مشتهر بيهم. تمام هبتدي بقى احط الطبقه التانية اهي. بتحاولي كده بالراحه عشان الكريمه ما تطلعش على الحرف، يعني انت بتحاولي بقدر الامكان. انت هترصيها بقى كلها زي ما انتم شايفين، وهتبتدي بالراحه تطبطبي عليها بعد ما تبرد شويه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين هي بارده بس ايه، يعني الكنافه دافيه مش الكريمه دافيه مش بارده. حاولي بقدر الامكان بقى وزعيهم كويس قوي، ما تخليش الكنافه باينه الكريمه باينه. بسم الله ما شاء الله يعني زي العسل. الكاميرا ظلماها والله العظيم، الكاميرا ظلماها. انا عاوزه اقول لكم ان هي كان شكلها حلو. ابتدي بقى بالراحه كده طبطبي عليها كده خالص. هتقولي انت مش بتدوسي، لا انا بدوس على فكره. خلاص كده انا خلصتها. بصوا اهي خلصتها. هبتدي بقى، تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. اهي شكلها بعد ما خلصت على البوتاجاز. ابتدي بقى حاولي تلفي فيها يمين وشمال. لما تسخن طبعا هتمسكي قماشه. طب هعرف ازاي ان هي استوت؟ الاطراف اللي فوق ديت هتبتدي تتحرك عن الصينيه اهي. انا بقول لكم اهي، يعني بايديا كده الاطراف دي اهي هتبتدي تتحرك عن الصينيه. يعني انا مش عارفه يعني اوريها لكم كويس. تعرفي بقى ان هي استوت، يعني تعرفي ازاي ان بصوا خلاص انا حطيتها تحت الشوايه تكمل سواها. تمام جبتها بقى طلعتها وقلبتها على الناحيه التانية عشان ما تتحرقش مني. وهبتدي بقى اسقيها الشربات. طبعا الاضاءة ظلماها جدا، هي على فكرة واخدة لون ذهبي بس ايه مش عارفة ليه الاضاءة جايباها كده. هبتدي بقى احط الشربات واسيبه دقيقتين يشربها. يعني ما تقوليش برضو الشربات كتير، الشربات مش كتير، هي الكنافة بتشرب بالشربات. غطيها وسيبها ايه تشرب الشربات. تمام قلبتها على الوش التاني. وابتديت بقى زي ما انتم شايفين احط لها جوز الهند، مكسرات سوداني. اللي عنده اي حاجه يحطها. ده يعني التزويق ده ليكي انت. طبعا هي لسه ما بردتش لسه سخنه، يعني انا ايه هقطع لكم حته منها وهي لسه سخنه زي ما انتم شايفين كده. بصوا جمالها بقى، بسم الله ما شاء الله اهي. انا عاوزه بس من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اهي. فكت الحمد لله. اهي اهي اوريها لكم. انا مش عارفه طلعت ليه بعيد عن الكاميرا بس اهي. تعالوا بقى بصوا هقطع لكم حته منها اهي الشوكه. طبعا مش هينفع اكل لان انا صايمه، مش هينفع زي ما انتم شايفين اهي.
جميلة طبعا. اهي، اهي، بصوا القشطة مش باينة اساسا، بس هي طبقة رفيعة جدا، هي الكنافة كلها طبقة رفيعة، احسن منها مفيش. ما بحبش الطبقات الكبيرة قوي ديت، بتبقى وحشة والكنافة بتنشف فيها. الطريقة بتاعتي هي الصح. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.